يقول بالنسبة للعقيقة منذ متى يحسب يوم الولادة؟ تذبح في يوم السابع. نعم، تذبح في يوم السابع، يوم الولادة محتسب. ولذلك إذا ولد المولود في يوم الخميس فإن المستحب في تميمته أو عقيقته أن تكون في يوم الأربعاء القادم، لأنه هو اليوم السابع. فاليوم الذي ولد فيه المولود محسوب، وهذا إذا كانت ولادته بالنهار. وأما إذا ولد بالليل فالليل تابع للنهار الذي يليه، ولذلك يحتسب بهذا المنوال. فإذا ولد المولود في يوم الخميس مساء بعد المغرب فإن عقيقته تكون في يوم الخميس القادم الذي يكون بعد أسبوع. والعقيقة سنة وكريمة وهدي فاضل، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين رضي الله عنهما، وقال: كل مولود أو كل غلام مرتهن بعقيقته. وجاء في النصوص أيضا الترغيب في العقيقة، ولذلك يحسن بالإنسان أن يهتم بشأن العقيقة، وإن لم تكن أمرا متعينا لكنه أمر مستحب وسنة مؤكدة. تقديمها وتأخيرها؟ نعم، الأفضل في اليوم السابع، وإن قدمت أو أخرت فلا حرج على الناس في ذلك. هل هناك شروط؟ نعم، يشترط في العقيقة أن تكون من الذبائح التي يجوز للإنسان أن يذبحها في الأضحية، فلا بد أن تكون قد بلغت السن المعتبر، وهي من الضأن 6 أشهر، ولا بد أن تكون سليمة من العيوب المؤثرة فيها كذلك. فهذه شروط العقيقة. نعم.